رسميا الاهلي يتصدر ترتيب مجموعته في كاس العالم للانديه. ايوه الاهلي في الصداره. انا عارف ان انت مش مستوعب وبتسال دلوقتي ازاي الاهلي متصدر، مع ان ماتش الاهلي وانتر ميامي خلص بالتعادل 0-0 وماتش بورتو بالميراس خلص 0-0، والغريب ان ولا فرقه فيهم سجلت اهداف. طب ازاي دلوقتي الاهلي في الصداره؟ انا جاي اقول لك ازاي الاهلي دلوقتي متصدر. الفيفا اصدر بيان بيقول فيه ان النادي الاهلي متصدر مجموعته بسبب الانذارات. ايوه شوف الانذارات، شوف السلكان بتاع النادي الاهلي، متصدر المجموعه بالانذارات. النادي الاهلي حصل على انذار وحيد، لكن انتر ميامي وبورتو بالميراس كل فرقه عندهم حصلت على 4 انذارات، وده اللي ادى الاهلي الافضليه ان هو يكون في الصداره. طب خد المفاجاه الكبيره بقى اللي هتفرح كل جمهور الاهلي باذن الله. في حاله فوز النادي الاهلي على بالميراس يوم الخميس اللي جاي يصعد رسميا من دور المجموعات دون النظر لاي نتائج اخرى. الاهلي عنده فرصه كبيره جدا للصعود. انتوا بقى اكتبوا في الكومنتات يا رب الاهلي يعملها ويصعد ونكسب بالميراس يوم الخميس اللي جاي.